الموت ولا المازلة، الموت ولا المازلة. لك كم سوري انزل بسببكم؟ كم سوري انزل من وراء هالراس اليابس اللي ناطعينه؟ لك انا اذا شفت واحد سوري انزل وهو من جماعتكم المعارضة، والله بزل عليه كأنه اخي، وما بيهون علي ينزل لانه هذا ابن بلدي. لك ما كنتوا تفهموا بقى؟ لسه عم تقول الموت ولا المذلة؟ اي مذلة؟ المذلة ان نعيش كلياتنا بخير وامان ونحب بعضنا ونكون اخوات ونعمر بلدنا ونرجع مثل ما كنا. لك كنا عايشين بعز وبكرامة وما في احلى من العيشة كانت بسوريا. طلعوا طولي بهالفن هي وهالحرية واكل الهوا هذا، ولسه بعد 12 سنة ما تعلمتوا الدرس، لسه عم تطلع وتعيط وتقول لي الموت ولا المذلة. يا اخي يا موت وريحنا يا خراس ونقلع. خلصنا، لكن خلصنا، لك بدنا نعيش، العالم كلها بدها تعيش، السوريين كلهم بدهم يعيشوا، لسه عم تعيط الموت ولا المذلة. مين عم يذلك؟ ما انت عم تذل حالك وعم تذل باقي السوريين بسبب هالراس الناتاليا الجاهل الفاضي اللي معبى حجر وبحص. ما قدروا تفهموا بقى؟ الناس بدها تعيش بخير وسلام، ما بدها شيء، ما بدها شيء، بدنا. لك اذا رحنا لعنكم على المنطقة اللي انتم عايشين فيها وسألناكم لوين مكفايين بالدراسة، حتقولوا اغلبكم مالكم مكفايين للتاسع. جاهلين، راس فاضي، راسكم فاضي، ولسه عم تعيطوا تقولوا الموت ولا المذلة ومظاهرات، ولا بلشتوا تحرقوا العلم التركي. من امبارح كنتوا عم تبوسوا العلم التركي، هلا صرتوا تحرقوه. انتوا ناس ما فيكم خير، لا لبلدكم ولا لاي بلد بالعالم. وتركيا عرفت هذا الشيء، مشان هيك سحبت ايديها منكم. قديش عملت معروف معكم تركيا، وقديش معلش شيء ضحكت عليكم وصارت تعطيكم مصاري وكذا، بس كمان عملت خير معكم واستقبلوكم ببلدها. وهلا بس لانه اعطتكم نصيحه واحده، قال لكم انه لازم انتم بقى تحلوا مشكلكم مع بلدكم، صرتوا تحرقوا العلم. لك انتم ما فيكم خير لحدا، والله ما فيكم خير لحدا، اقسم بالله. ورحت لو وين ما بتروحوا ما حدا رح يطيقكم، ما حدا بده اياكم. ما فيكم خير، ما فيكم خير لا لاهلكم ولا لاي دوله بالعالم. فيا موت وارتاح وريحنا، يا اما خراس وحاج تطلع تتظاهر وانت مفكر اللي حالك ثورجي وانت حقك ضرطه. وصلت الرساله ولا ما وصلت؟